ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم في مملكه سامو. زي ما قلت لكم انتوا دخلتوا المملكه بمزاجكم هتخرجوا منها بمزاجكم، بس قبل ما تخرجوا من المملكه ما تنسوش تعملوا لايك شير سبسكرايب، فعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. باقي على شهر رمضان الكريم 196 يوم اعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركات، وكل سنه وانتم طيبين، وربنا يجعل لنا في رمضان اللي جاي خير وبركه، وربنا يبلغنا رمضان باذن الله تعالى. طبعا كلنا مستنيين مسلسلات شهر رمضان اللي جاي في 2024. حاجه بسيطه من المسلسلات اللي هي ان شاء الله هتتعرض في رمضان اللي جاي باذن الله، ويا رب تكون كويسه مش زي رمضان اللي فات، لان في مسلسلات كتير بصراحه في شهر رمضان اللي فات ما كانتش قد المستوى. 3-4 مسلسلات قلنا ان الواحد عرف يتفرج عليهم ويقول ان هم مسلسلات حلوه. اول مسلسل معانا وهو بطوله الفنان عمرو سعد وهو سيدي مكين. طبعا عمرو سعد اتعرف في الفتره اللي فاتت بدوره في الاجهر وبدوره في بابا المجال، بالادوار اللي هي بقى الشبح والمشبحن والكلام من ده. غير شكله، غير من المود بتاعه، غير من الستايل بتاعه في مسلسل سيدي مكين، وده اللي هنشوفه في رمضان اللي جاي باذن الله. المسلسل اللي بعد كده مسلسل النجم محمد رمضان جعفر العمده 2. طبعا بعد ما جعفر العمده 1 حقق نجاح كبير، ناس طلبت بجعفر العمده 2، وكان محمد رمضان باذن الله هيعمل جعفر العمده 2، بس يا ترى هيبقى فعلا على قد مستوى جعفر العمده 1 ولا هيبقى اقل ولا هيبقى اقوى؟ ده اللي هنشوفه برضه في رمضان اللي جاي باذن الله. وعوده لمسلسلات الف ليله وليله اللي وحشتنا طبعا ومفتقدينها مع النجم ياسر جلال. يجي النجم كريم عبد العزيز بمسلسل الحشاشين، بس مش عارف الحشاشين ده لقب ولا فعل، مش عارف بصراحه هو ايه، هو لقب ولا فعل المسلسل ده اللي هنشوفه وهنتعرف عليه خلال رمضان اللي جاي باذن الله. النجم محمد هنيدي بعد الانتقاد الشديد اللي شافه بعد فيلم مرق البريمو بيجي معانا في رمضان اللي جاي بمسلسل ارض النفاق 2. اما كريم عبد العزيز ومصطفى خاطر اللي خلوا ناس كتير تموت من الضحك وتموت من الخوف في نفس الوقت بيرجعوا لنا في رمضان اللي جاي بمسلسل البيت بيتي الجزء الثاني. مسلسل المداح اللي حاططنا في جو الرعب والسسبنس بقالنا 3 سنين، بيجي النجم حماده هلال بالجزء الرابع فيه في رمضان 2024، والجزء الرابع سحر الكتاب. وبعد غياب بيجي النجم محمد امام بمسلسل تربو. محمد امام معروف بمسلسلاته كلها بتحقق نسبه مشاهده عاليه، وهيكون منافس كبير جدا في رمضان 2024. اما مسلسل الصفاره اللي انا حاولت حرفيا ان انا اتفرج عليه في الجزء الاول، في ناس قالت عليه حلو بس انا بصراحه ما اقتنعتش بيه، بيجي النجم احمد امين بالجزء الثاني في رمضان 2024. واخيرا وليس اخيرا وبعد طول انتظار النجم يوسف الشريف. نجم يوسف الشريف معروف بمسلسلاته الغامضه اللي تاخدك في حته ثانيه وتجيبك من حته ثانيه وتفضل طول ال 30 حلقه في سسبنس وفي اثاره وفي تشويق. بيجي لنا بمسلسل الراكون. طبعا ايه حكايه الراكون ده اللي هنعرفه مع يوسف الشريف في رمضان 2024. كانت القائمه المبدئيه لمسلسلات رمضان 2024. كل سنه وانتم طيبين، وربنا يعيدوا علينا وعليكم بالخير. وما تنساش تعمل لايك شير سبسكرايب فعل زر الجرس عشان لما يجي لنا جديد نبلغك بيه. سلام.